بن محمد الذي ولد سنة 1929 ينحدر من الأسرة العلوية التي حكمت المغرب ل4 قرون. درس القانون وأكمل تعليمه الجامعي في فرنسا، ثم تولى حكم المغرب بعد وفاة والده. وفي حين كانت معظم الدول العربية تتجه نحو المعسكر الاشتراكي، قاد الحسن الثاني بلاده نحو المعسكر الرأسمالي الغربي. وبعد 4 أشهر فقط من توليه السلطة بدأ مفاوضات سرية مع الاحتلال، كانت الغاية منها ترحيل المغضوب عليهم المغاربة إلى فلسطين. كان المال هو العامل الرئيس في هذه المفاوضات، إذ طالب الملك $500,000 أمريكي كدفعة أولى لبدء المحادثات، مشددا على ضرورة أن يتم كل شيء بسرية تامة. وبالفعل تم ترحيل ما يقرب من 100,000 يهودي مغربي. حينها بدأ الموساد في بناء شبكة من العملاء داخل المغرب، وأقام علاقات قوية مع الجالية اليهودية المغربية، بل ومع أفراد مؤثرين داخل القصر الملكي والدوائر الحاكمة. سعت هذه الشبكة جاهدة لكسب ثقة الملك للاطلاع على أحدث المعلومات السرية لهزيمة العرب في الحرب. وفي عام 1960 دخل الحسن الثاني في دائرة نفوذ الاحتلال، وأصبح مدينا لهم عندما كشفوا له مؤامرة للإطاحة به. ففي تلك الفترة تلقى جهاز المخابرات المغربي معلومات أن الرئيس المصري عبد الناصر يخطط لتغيير النظام المغربي لانحياز الحسن الثاني للدول الغربية، فكان في نظره خائنا قد ينضم إلى الأعداء في أي لحظة. ووصلت الأخبار للملك أن عبد الناصر يخطط لاغتياله، وهو ما أثار في نفسه رعبا شديدا. وفي خضم هذا الفزع تساءل عن الجهة التي يمكن أن تحميه، فأخبره المقربون منه أن بوسع المغضوب عليهم مساعدته. وعلى هذا الأساس التقت المخابرات المغربية مع الموساد لوضع خطة لحماية الملك، وتمثلت بالقيام بالعديد من الاغتيالات السياسية للمعارضين للسلطة الملكية المغربية، حيث كشف الضابط رافي إيتان أنه كان أول من جلس مع الملك الحسن الثاني، بينما أكد جاد شيمرون أن إقامة علاقات مع دولة عضو في جامعة الدول العربية كان أمرا بالغ الأهمية للاحتلال. ومن هنا ظهرت أدلة تورط الملك الحسن كجاسوس داخل جامعة الدول العربية، وذلك كما أوردته القناة 124 للاحتلال في برنامج وثائقي أكدت خلاله أنه لولا دعم حاكم المغرب لها خلال حرب 1967 لما تمكنت من تحقيق نصرها الساحق على العرب.